عزيزي الصائم، إذا كنت فاكر يعني إنك بتصوم عدد ساعات طويلة وإنك كده يعني بتعمل اللي ما يتعملش وبتقوم بمهمة مستحيلة، فهقولك على معلومة النهاردة هتخليك تشوف عدد الساعات دي حاجة جميلة. بتختلف ساعات الصيام في شهر رمضان من دولة لدولة حسب اختلاف خطوط الطول والعرض، ومهما كان الاختلاف ده فكلنا في الآخر عايشين على كوكب الأرض. فعندك مثلا دول بتصوم 20 ساعة زي فنلندا وروسيا والنرويج، فكده عدد الساعات اللي انت بتصومها تعتبر تهريج. وفي دول بتصوم 18 ساعة زي بولندا واسكتلندا، والمسلمين هناك بتصوم من سكات ومش عاملين من عدد الصيام بروباجندا. وفي اللي بيصوموا 17 ساعة زي الدنمارك وبريطانيا، واخدة بالك انت يا أستاذة رانيا؟ ودول تانية بتصوم 16 ساعة زي أمريكا وكندا والصين واليابان، وكله بيتأقلم مع الوضع وبيصوم عادي، مش عامل من الصيام قلبان. أما بقى الدولة اللي فيها أقل عدد صيام هي مدينة أوشوايا في الأرجنتين، فدول بيصوموا بس 8 ساعات وهوبا يا معلم يروحوا فاطرين. وفي الختام، بس بغض النظر عن عدد ساعات الصيام، طول ما انت حابب العبادة ونفسك راضية بيها ومن جواك تمام، فمش هتركز مع عدد ساعات ولا مع أيام، لأن قلبك وعقلك بيقوموا بأداء العبادة بكل اهتمام. سؤال الحلقة، قولوا لي أسماء الدول اللي فيها عدد الصيام 20 ساعة هي ايه؟ ودي كانت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حكايه جديده نتمنى تبقى ليكم مفيده، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان ايام وليالي سعيده. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير. رمضان وحكايه